الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله عن صحابة النبي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، رضي الله عن أم المؤمنين عائشة وحفصة وجميع زوجات النبي السيدة خديجة، ورضي الله عن السيدة فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. إخواني، موضوعنا اليوم في مسألة الغدير، أو بالأحرى موضوع الغدير. موضوع الغدير الشيعة لهم مفهوم وأهل السنة لهم مفهوم، فأرجو أن تنتبهوا لي جيدا. ما فيش حد من أهل السنة على الإطلاق فهم من حديث الغدير أنه تنصيب خليفة، أنه تنصيب لعلي بن أبي طالب أن يكون خليفة بعد النبي. فيش حد من أهل السنة من الأئمة المعتبرين يعتقد أن حديث الغدير هو تنصيب لعلي بن أبي طالب أن يكون هو الخليفة وهو الحاكم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما في موضوع الغدير أن موضوع الغدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن، فعلي بن أبي طالب قسم الغنائم، فبعض الصحابة وهو بريدة وجد منه جفوة في تقسيمه، غير أنه أصاب جارية فاغتسل أو اغتسل، رآه اغتسل، في رواية بيقول أصاب جارية، فاشتكى لخالد، وخالد رفع الشكوى إلى النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا، واعترف بهذا أيضا شيخ الشيعة المفيد أنه كان هناك بسبب مسألة اليمن ومسألة الجيش اللي كان مع علي بن أبي طالب. النبي علم بهذا الأمر، فرواية قال يا بريدة أتحبه أتبغضه؟ قال نعم يا رسول الله. قال يا بريدة أحبه. في رواية قال له فإن له في الخمس أكثر من ذلك. طيب، فدي كانت مسألة الغدير. طيب، لو كانت تنصيب إلهي جاءت حجة الوداع، حيا الله لا كست، حيا الله اختصار، الله يعزكم. جاءت حجة الوداع، اجتماع أهل مكة وأهل الطائف وأهل المدينة وأهل اليمن. النبي لماذا لم يخبر مثلا، ده لو كان التنصيب على هذا المفهوم، لماذا لم يخبر في حجة الوداع من كنت مولاه فعلي مولاه؟ طيب، غدير خم كانت في 18 من ذي الحجة، وهذا باعتراف كتب الشيعة والسنة، لا يختلف هذا أحد في هذا. طيب، لو كانت في 18 يعني بعد حجة الوداع ب9 أيام. طب مين كان مع النبي؟ كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة أهل المدينة، وبقي معه ناس من الصحابة. يعني بقى روايات 120,000 و70,000 و80,000 والكلام ده كل ده هري، ما فيش عليه رواية صحيحة أبدا. طيب، لما احنا أهل السنة عايزين نفهم حديث الغدير، نفهم حديث الغدير بفهم مين؟ احنا كأهل السنة قدمنا فهم أهل البيت لحديث الغدير، وأنا الآن سأقدم دليل أنا كسني، فأنا يطمئن قلبي عندما أقدم فهم أهل البيت للرواية. ده كتاب اسمه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، طبعا هذا للإمام البيهقي. وهذه الرواية طبعا الرواية عن فضيل بن مرزوق، وإسناد الأثر صحيح. سمعت الحسن بن الحسن، هذا ابن الإمام العطرة، وسأله رجل ألم يقل رسول الله من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال لي بلى، والله لو يعني بذلك رسول الله الإمارة والسلطان لأفصح لهم بذلك، فإن رسول الله كان أنصح للمسلمين. فقال يا أيها الناس هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بعدي، واسمعوا له وأطيعوا. والله لئن كان الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمر وجعله القائم للمسلمين من بعدي، ثم ترك علي أمر الله ورسوله، لكان علي أول من ترك أمر الله والرسول. فإحنا بنقول، فأنا عندي فهم الحسن بن الحسن وهو من ذرية النبي ومن العطرة، أن النبي لم يقصد الإمارة ولم يقصد السلطان. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، الحسن بن الحسن يقول أن من قال أن النبي قصد الإمارة والسلطان هذا يطعن في علي، لأن كيف الله يجعله خليفة وأمير وعلي لا يحرك ساكنا 25 سنة؟ الله يعزك يا زيب إخواننا الداعمين، 25 سنة علي بن أبي طالب لا يحرك ساكنا. فأنا أرجو تسجل هذا السؤال عندك يا أستاذ مجتبى: هل علي بن أبي طالب فهم من حديث الغدير أنه خليفة أم لا مع الدليل؟ وهل احتج على المسلمين بعد موت النبي بحديث الغدير؟ هذا السؤال. السؤال الآخر، عرف لنا عند الشيعة، دم السؤال، عرف لنا عند الشيعة الغدير، سبب الغدير، إيه سبب الغدير؟ عرف لنا الغدير عند الشيعة ماذا يعني، والأدلة على ذلك من عندك. طيب،
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام وتحياتي إلى كافة الأخوة والأخوات الذين يستمعون إلى هذا البث، كذلك سلام وتحياتي للأستاذ هاشم والأخوة والأخوات العلم. طيب إخواني، سأل ماذا يعني الغدير وما فهمتم من الغدير، وهل علي فهم من ذلك أو احتج بذلك وكذا. طيب نعم، علي بن أبي طالب عندنا فهم من حديث الغدير أنه لا يدل على المحبة والنصرة فحسب، وإنما يدل على التنصيص عليه. هذا كتاب روضة الكافي المجلد 8. طيب هذا الخبر عندنا بسنده 541 علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن اليماني عن سليم أنه سمع سلمان كذا لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه شنو إلى أن يصل علي بن أبي طالب يقول: أخبرني رسول الله أن إبليس ورؤساءه وأصحابه شهدوا نصب رسول الله إياي للناس بغدير خم. إذن الحديث يدل على التنصيب بأمر الله عز وجل، فأخبرهم أني أولى بهم من أنفسهم وأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب. طيب فهذا الحديث عندنا حديث صحيح. طيب الآن إخواني أحبتي، أنه شنو؟ أنه يقول أنه الحسن بن الحسن عند أهل السنة ما فهم. الحسن بن الحسن شنو؟ احنا نقول لهم قول الرسول، يعوفون قول النبي يروحون الحسن بن الحسن. النبي كلامه واضح، النبي يقول: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ يعني أحق بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال: فمن كنت مولاه، يعني الذي يراني أولى به من نفسه، فهذا علي مولاه. هذا نص النبي. يا حسن بن حسن، يا هاي ايش قاعد تتكلم؟ وبعدين لو كان هذا الحديث الذي جئت به، أن الحسن بن الحسن يقول أنه شنو؟ أنه الحديث لا يدل على التنصيب وكذا. لماذا علمائك؟ لأن أنت قلت أنه علماء أهل السنة ما فهموا من الحديث يدل على الخلافة. طيب يا أهل السنة والشيعة، إذا كان الحديث لا يدل على الخلافة ولا يدل على التنصيب، لماذا علماء السنة كانوا يتحاشون الحديث ويخافون أن يتكلموا في الحديث؟ إذا كان الحديث، أنا شخص الآن يسألني هل الحديث يدل على التنصيب؟ إذا ما كان يدل على التنصيب وأنا سني، أقول له لا، يدل محبة ونصرة. أما إذا أخاف أتكلم بالحديث، إذن في قرارة نفسي أعلم أن الحديث يدل على التنصيب، ولهذا تحاشيت الكلام عنه. هذا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل كان يخاف أن يتكلم في الحديث ويقول: دع الحديث كما جاء. هذا كتاب السنة للخلال، ينقل الخبر برقم 458 اللي هو قول النبي بسنده أنه سئل أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن قول النبي لعلي: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ما وجهه؟ يعني يدل على ماذا؟ زين أحمد بن حنبل ليش ما يقول يدل على المحبة والنصرة وتخلص السالفة؟ لا، لأنه هو يعلم علم اليقين ما يدل على محبة ونصرة وحسب، وإنما يدل على الخلاف. أحمد قال: لا تكلم في هذا، دع الحديث كما جاء. كذلك الحديث الآخر سئل أحمد بن حنبل يقول كذا. فهنا رقم 1 يذكر رقم 1 إسناده صحيح، يعني هذا الكلام صح عن أحمد أنه كان يخاف أن يتكلم في الحديث. فزين بالنسبة أخواني، يقول الحديث مجرد قضية بريدة وكذا، هي سواء قضية بريدة غير قضية بريدة، إذا كان النص يدل على الخلافة، سواء قاله في هذه الحادثة قاله في حوادث أخرى، المهم الحديث يدل على الخلافة. أنت قلت لا، الحديث ما يدل على الخلافة، مجرد قضية بريدة، وحتى المفيد اعترف بذلك. يعني هل المفيد اعترف أن الحديث لا يدل على الخلافة، ولا تقول أن المفيد يعني قال أن القضية في بريدة، في حادثة بريدة؟ إذا كانت المسألة فقط صدر كلام النبي بمجرد سبب من الأسباب، هذا لا يعني أن الحديث لا يدل على الخلاف. طيب فأخواني، أنا الآن قال لي هل علماء السنة فهموا من الحديث لا يوجد عالم سني؟ طيب أحمد بن حنبل كان يخاف يتكلم بالحديث، إذن فهم الخلافة، وإلا لو لم يفهم الخلافة لقال محبة ونصرة. هل علي فهم من ذلك؟ قرأت السند والحديث عندنا، والميرزا النائيني يقول حيلة العاجز أن يناقش في أسانيد الكافي، والعلامة المجلسي يقول نصوص الكافي كلها حجة إلا إذا ورد تناقض تعارض فننظر في السند. زين، فالحديث عندنا صحيح. وأنا الآن أسألك فد سؤالين. السؤال الأول: لماذا أحمد بن حنبل كان يتحاشى الكلام في الحديث؟ السؤال الثاني: لماذا النبي إذا كانت فقط محبة ونصرة، لماذا النبي يقول ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ يعني أحق. قالوا بلى. قال: فإن كنت مولاه فهذا علي مولاه. لماذا هذه المقدمة؟ يعني لماذا النبي يقدم هذه المقدمة؟ يحل الخلاف. السؤال الثالث: إذا هي قضية فقط ويا بريدة،
هل من الحكمة أنه النبي أمام كل الصحابة يخرج؟ سؤالين بس علشان أجاوبك أنا. سؤال أحمد بن حنبل، السؤال الثاني إيش؟ السؤال الثاني، إذا النبي مجرد يريد يبين محبة ونصرة، لماذا يقدم مقدمات؟ ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني ألست أحق؟ شلة مدخلية يعني. فقال فمن كنت مولاه، يعني الذي يراني أحق مولا له فهذا علي مولاه. أليس النص ظاهر بعد ما نحتاج لا حسن وما أدري حسن بن حسن ولا غيره؟ كلام النبي يكون أوضح. طيب بالنسبة يا أخوان للسؤال الكلام عن الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل كان يسكت عن هذه الأمور لأنه يوجد نواصب يطعنون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، زي ما كان في خوارج يكفرون علي بن أبي طالب، ودول موجودين قبل مطلع المناظرة دي مباشرة. قبل مطلع المناظرة دي كان في واحد ناصب بيطعن في علي بن أبي طالب وأنا اديته على دماغه، والإخوة كانوا موجودين. زي مسألة التربيع بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، مسألة إن النبي قال أليست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. خلي بالك إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان قصد الخلافة ولا الإمارة، طب ليه النبي يقول لفظ مشترك يشترك فيه أكثر من 20 معنى؟ معاني مولى السيد العبد المعتق كذا 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 كذا، واعترف بهذا علماء كما سنبين لك. أنا عندي مصدر واحد علماءك يقولون بهذا في كتاب الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي، يقول فإن قيل لو كان أمير المؤمنين منصوصا عليه لوجب أن يحتج به. وده السؤال اللي أنت ما جاوبتش عليه، هل علي فهم الغدير واحتج به أم لا؟ خلينا أوريك شغلة مهمة. شوفوا يا أخوان، إحنا لما نقدم فهم، بارك الله فيكم، خلينا بس أوريكم هذا المصدر لأن ده مهم. تفضلوا يا أخوان. الرواية اللي هو جابها إن علي احتج، بصوا يا جماعة الخير، بصوا أنا عايزكم تركزوا معايا، كل كلام أقوله دقيق. دي الصورة اهي، دي الصورة اللي هو جابها، احنا بناخدها سكرين علشان نثبت الجريمة. بص يا اخوانا، طبعا ده الهنداوي انا يعني، وادي الرواية فيها سليم بن قيس الهلالي. هذا سليم بن قيس الهلالي، ده كتاب اسمه مباني منهاج الصالحين، السيد تقي الطبطبائي، المجلد الخامس صفحة 91 و100. ماذا يقول؟ وهذه الرواية مخدوشة أولا سندا بسليم بن قيس فإنه لم يوثق، وما روي في شأنه لا يدل على وثاقته. فعلماءك يا أستاذ مجتبى يطعنون في هذا الكلام ويقولون أنه لا يصح. كذلك في كتاب الموضوعات في الآثار والأخبار لهاشم معروف الحسني يقول ويكفي هذه الرواية عيبا أنها من مرويات سليم بن قيس الهلالي، وهو من المشبوهين والمتهمين بالكذب. أسألك برب الكعبة، هل يحل لك أن تستدل برواية فيها راوي متهم بالكذب؟ أيضا يا إخوان في كتاب منهاج السنة لابن تيمية يقول وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه فليس هو في الصحاح، لكن هو ما رواه العلماء وتنازع الناس في صحته، فنقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه، فهو ليس محل إجماع عند أهل السنة بل بين التحسين والتضعيف. لكن عندك هذه الرواية لابد أن تجيب عليها في مرآة العقول المجلد الثامن الصفحة 48. الحديث قال المجلسي موثق كالصحيح. يقول عدة من أصحابنا وذكر عن أبو جعفر عليه السلام قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فقال يا أيها الناس والله ما من شيء، الرسول يقسم ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. إخواني الكرام الأعزاء، إحنا عندنا في التراث الشيعي هذه الرواية موجودة عند السنة أيضا في السلسلة الصحيحة وصححها الألباني، وهذه الرواية موجودة في كتاب الكافي، وقال المجلسي موثق كالصحيح، والخوئي نفسه يقول أن الموثق حجة. الآن هذه الرواية الرسول يقسم يقول أنه ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، فكيف تكون إمامة علي بن أبي طالب في الغدير خلافة وإمامة والنبي يقسم أنه علم الناس كل ما يتعلق بالحلال والحرام وما يقرب إلى الجنة وما يباعد من النار؟ السؤال ده سجله عندك أيضا إذا لم تأتيني برواية صحيحة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
فهم من الغدير أنه الخليفة المنصب. أيضا قلت لك هات لي رواية أن علي لماذا لم يحتج بعد موت النبي بحديث الغدير، ده برضو السؤال لم تجيب عليه. أضف هذا السؤال عندك: هل يوجد أحد من الصحابة المنتجبين اعتقد بحديث الغدير أن علي خليفة؟ لأن ده سؤال جوهري. أنا الآن أستطيع أن أقول وبدرس قاطع أنا على عقيدة الصحابة المنتجبين، فإن استطاع الشيخ مجتبى أن يثبت لي أنهم كانوا يعتقدون أن علي خليفة بحديث الغدير، سأعتقد بعقيدتهم لكن برواية صحيحة وليس من فهمه هو. وهل حديث الغدير خبر أم أمر؟ وما الفرق بين الخبر والأمر في الأحكام التكليفية؟ سؤال مهم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ردت اسال 3 اسئله ما خليتني، وانت سالت 5 ما ادري. لا اصلا انا عدت السؤالين وزدت عليهم سؤالين، ما زدت السؤال إيه يعني اصطلحت مجموعه من الاسئله. طيب يقول انه هل الخبر الغدير اخبار ولا امر كذا؟ هو عباره عن تنصيب، يعني دعوه امر باتباع علي، يعني دعوه الى اتباع علي مثل الامر، يعني اذا خالفت الامر تقع في المحذور. يعني يقول انه شنو سليم بن قيس كيف تحتج به وكذا، والبعض قال عنه ضعيف والبعض ما جاء بأقوال المتأخرين، والسيد الخوي يقول أقوال المتأخرين لا عبرة فيها، أقوال المتأخرين لا عبرة فيها. فأنت دائما تأتي بأقوال شاذة أو أقوال متأخرين، وأقوال المتأخرين كما قال السيد الخوي لا عبرة فيها. فالرواية التي أنا جئت بها أن علي بن أبي طالب فهم من الغدير التنصيب رواية صحيحة بالإجماع، لم يضعفها شخص. والمجلسي قال أن الرواية حجة، وبعيدا عن الميرزا النائيني اللي هو أستاذ كل هؤلاء الذين أنت جئت بهم، قال حيلة العاجز النظر في أسانيد الكافر. وبعدين سليم من كبار الثقات عندنا، طيب، وجئت بأقوال شاذة أقوال متأخرين ولا عبرة بأقوال المتأخرين. طيب يقول أنه شنو؟ يقول أنه النبي قال ما من شيء إلا أمرتكم به وما من شيء إلا بينته لكم. نعم النبي ما قصر في شيء وكذا. بالنسبة إلى الغدير والتنصيص في الغدير ليس المراد من ذلك أنه ما نص على علي، لا، هو في اليوم الأول كان في طوال حياته كان ينص على علي بن أبي طالب، وهذا نص من النصوص على علي بن أبي طالب. طيب يقول أنه أحمد بن حنبل سكت عن الحديث لأن كان أكو نواصب فيسكت عن الحديث. الله أكبر الله. إذا مسألة تخص غير علي بن أبي طالب لا يوضحوها، مسألة تخص علي بن أبي طالب لا أكو نواصب. طيب ممكن تعطيني الدليل على أنه أحمد بن حنبل يقول سكت عن بيان الأحاديث لكون أكو نواصب؟ لا تعطيني تحليلاتك. طيب يقول لو كان المقصود بالحديث الخلافة لماذا النبي يستخدم لفظ مشترك؟ وين اللفظ المشترك؟ النبي ما قال فقط من كنت مولاه فهذا علي مولاه حتى تقولي لفظ مشترك. النبي أزال الغموض، قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أحق بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني الذي يراني أحق به من نفسه فهذا علي أحق به من نفسه. المسألة جدا واضحة. النبي مو استخدم عبارة وبس من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لا، استخدم عبارات تزيل الغموض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كلمة المولى لها أكثر من معنى، فهي تشمل كل المعاني. يعني أنت ما يصير تخصص. كلمة المولى تشير إلى الأحق بالتصرف وإلى المحب وإلى الناصر وإلى، فعلي بن أبي طالب هو محبهم ناصرهم وهو الأحق بالتصرف. إذا تريد تخصصها انطينا دليل على التخصيص. إذا ماكو دليل على التخصيص فهي تشمل كل المعاني المذكورة. طيب يقول أنه أنا أريد علي بن أبي طالب هل يحتاج، هل الصحابة احتجوا، هل الصحابة هذا ليس محل البحث أصلا. لو الآن قلنا أن علي بن أبي طالب أصلا لم احتج بنصوص أخرى، مثلا لو قلنا أن الصحابة ما احتجوا بالحديث، هذا لا يعني أن الحديث لا يدل على الخلافة. إحنا موضوعنا هل حديث الغدير يدل على الخلافة ولا لا يدل؟ إذا كان يدل على الخلافة وعلى التنصيص وعلى التنصيب وعلي فهم منه التنصيب خلصت السالفة. هسه احتج بنصوص أخرى، الصحابة ما احتجوا، هذا كله مو موضوعنا. المهم الحديث يدل على التنصيب. زين. الآن أخواني أسئلتي، قلت لك أحمد بن حنبل لماذا كان يسكت على الحديث؟ تقول نواصب. انطيني دليل أن أحمد بن حنبل يقول إنما سكت عن بيان الحديث بسبب النواصب. لا تعطيني تحليلات، أريد كلام أحمد. زين. الأمر الثاني هاي الرواية منو ضعفها؟ هاي الرواية اللي أنا جبتها أن علي بن أبي طالب فهم من الغدير،
التنصيص، من الذي ضعفها؟ يعني جاء بالرواية وضعف الرواية. أنت جبت لي أن المتأخرين تكلموا في إسنادها ولا عبرة بأقوال المتأخرين كما يقول الخوئي، وأيضا التكلم في السند لا يسقط المتن، لأن احنا عندنا متن الكافي حجة وإن كان أكو علة بالسند، العلة بالسند لا تسقط المتن. طيب فمنو اللي جاب الرواية؟ أريدك تجيب لي الرواية، وعلماءنا قالوا هذه الرواية لا تصح. طيب هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، كيف خصصت الولاية بالمحبة والنصرة؟ كيف خصصت بالمحبة والنصرة؟ أنت تقول كلمة المولى تشمل مجموعة من المعاني. نعم، كل هذه المعاني ثابتة لعلي بن أبي طالب، أنه محبهم وأنه ناصرهم وأنه لحق بالتصرف وأنه حاكمهم وأنه. فإذا تريد تخصص، شنو دليل التخصيص حتى تخرج الأحق بالتصرف من بين هذه المعاني؟ تفضل. طيب يا أخوان، المشكلة أن الأستاذ مجتبى يقول لي دول متأخرين ويستدل علينا بالخوئي المتأخر. أنا ودي راسي فين؟ الخوئي من المتأخرين والمجلسي من المتأخرين، ويقول لي دول أقوال المتأخرين. يعني إذا أقوال المتأخرين ضربة في بعض، أنا إيش ذنبي؟ أنا لست شيعيا. أنت الإشكال عندك أنت. لما أنا أطلع لك تقي الطبطبائي وهاشم معروف الحسني وهم من علماء الشيعة، وأنت تقول لي أصل هم من المتأخرين، وتروح تقول لي أصل المجلسي قال وخوئي قال والمجلسي والخوئي من المتأخرين. متأخرين ضربوا في متأخرين، إحنا إيش ذنبنا؟ دي واحدة. رقم 2، يقول لي أنا أريد كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد ما قال أن علي بالغدير خليفة، ما قال، سكت عنه، ما قال علي بالغدير خليفة. طيب السؤال الأجمل والأهم، الشحن هيخلص ولا إيه؟ السؤال لا إله إلا الله، الشحن إيش فيه؟ ثواني بس أشوف الشاحن. طيب الحمد لله بيشحن كده الشاحن، معلش يا اخوانا اعتذر. طيب دي المسألة. مسألة الإمام أحمد. الإمام أحمد لا يعتقد أن علي هو الخليفة الأول، ما فيش رواية على وجه الأرض بهذا. طيب أنا جبت لك كلام الحسن بن علي بن أبي طالب عندنا، ونحن نأخذ بفهم الحسن بن علي بن أبي طالب. هو عندنا قال أن الغدير لا يعني الإمارة والسلطان. جاء بيقول لي السؤال رقم 3، بيقول لي من أين خصصت أن الحديث قصد به المحبة؟ فضلوا يا جماعة الخير، بصوا أهل السنة أهل دليل. فضلوا يا إخوان، فضل. ده كتابه فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل أهو، فضل. ده يا إخوان الرواية إسناده صحيح. الرواية عن مين؟ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بعث رسول الله عليا إلى خالد بن الوليد ليقسم الخمس، وقال روح مرة ليقبض بعض الخمس. قال فأصاب علي ورأسه يقطر، فقال خالد لبريدة ألا ترى ما يصنع؟ يقول وكنت أبغض عليا. يبقى ضد البغض إيه يا إخوان؟ المحبة. فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ قال له في الخمس أكثر من ذلك. وأدي الرواية الثانية في مسند الإمام أحمد وسندها صحيح. فقال له فذكر علي فتنقصته، فقال من كنت مولاه فعلي مولاه. إذن يا جماعة الخير عندنا إيش؟ عندنا أن هذه المسألة أن الحسن بن علي بن أبي طالب، وأيضا الرواية سبب الغدير أنه البغض. فليس عندنا أحد فسر أن البغض هنا بمعنى أو أن الغدير هنا بمعنى الخلافة. نأتي إلى كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه. شوفوا يا إخوان فهم أهل السنة لمن كنت مولاه. شدوا الهمة يا إخوان. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، معناه ألست أحق بالمحبة والتوقير والإخلاص بمنزلة الأب للأولاد؟ أهو على ذلك وأزواجه أمهاتهم. إذن فهم الشيخ محمد وفهم أهل السنة أنه لا يعني ما تقول أنت، بل إنها مقصودة المحبة. كذلك عندك في كتاب سليم بن قيس، شوف بقى هنا كتاب سليم بن قيس اللي انت بتحتج به الصفحة 24 و400، يقول إن هؤلاء الثلاثة منا أهل البيت
وقال أسامة مولانا ومنا، أسامة مولانا ومنا، في كتاب الآن محمد باقر تحقيق كتاب سليم بن قيس. إذن عند الشيعة، وخذ عندك كمان مش بس أسامة، عندنا احنا في صحيح البخاري النبي قال زيد أخونا ومولانا. فلو انت عايز تحمل المولى، فاحنا برضو بنتحدى ان انت تجيب لنا فهم علي بن ابي طالب برواية صحيحة انه خصص المولى بمعنى الخليفة او بمعنى الامام. انت لم تأتي اسئلتي، قلت لك انا على عقيدة الصحابة المنتجبين وعلى عقيدة علي، ان استطعت ان تستخرج لي انهم فهموا من الغدير انه الخليفة. قلت لك حديث الغدير خبر ولا امر؟ ما سألتك عن التنصيب، دي لغة عربية، اما خبر ولا امر. وما الفرق بين الخبر والأمر في الأحكام التكليفية؟ أنت برضو تملصت من الإجابة على هذا. وأيضا سألتك أحد من الذي فهم الغدير من الصحابة المنتجبين؟ حديث الغدير خبر ولا أمر؟ هل يوجد أحد من الصحابة المنتجبين احتج بهذه الرواية على أنه الإمام أو فهم أن علي الخليفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أنه شنو؟ هل أحد الصحابة؟ كلن جاوبتك عليهن، خلصت أنت يمكن. لا المنتجبين، المنتجبين. طيب لا تقاطع. خلص أخوان، قام عيد نفس الأسئلة. هل هناك من أحد الصحابة احتاج؟ قلت لك احتاج ما احتاج، هذا لا يعني أن الحديث، احنا موضوعنا هل الحديث يدل على التنصيب، يدل على الخلافة ولا لا يدل؟ صحابي احتاج، صحابي ما احتاج، علي احتاج، علي ما احتاج، علي بن أبي طالب ممكن يحتاج بأحاديث أخرى. كونه احتاج، كونه ما احتاج، هذا لا يعني أن الحديث لا يدل. احنا نريد نشوف الحديث يدل على التنصيب ولا لا يدل. إذا كان يدل عليك أن تقر أن الحديث فيه تنصيب لعلي، إذا كان لا يدل سقط كل شيء. أما احتاج ما احتاج، الصحابة احتجوا، هذا موضوع ثاني، احنا نريد يدل ولا ما يدل. إذا كان يدل بعدين نبحث احتاج ولا ما احتاج، الصحابة احتجوا ولا ما احتجوا. إذا كان ما يدل خلصت السالفة. طيب يقول لي هل حديث الغدير إخبار ولا أمر؟ إخبار فيه أمر. طيب يعني أنا الآن أخبرك بشيء، إيه نعم إخبار فيه أمر. يعني أعطيك مثال لعله ما فهمت الأمر. يعني مثلا أنا الآن أخبرك بآية من كتاب الله، هذه الآية أخبرك بها فيها أمر، الله أمرك بأمر، أخبرتك بالآية، الآية التي أخبرت بها فيها أمر، عادي ما في مشكلة. طيب يقول أنه شنو؟ جاب لي أقوال المتأخرين في الكلام في سليم. قلت له أقوال المتأخرين مو حجة كذا. فشنو يقول لي؟ أنت تقول أقوال المتأخرين مو حجة بعدين تستدل بأقوال المتأخرين. أنا أريد أوضح لك صورة، مو أنا قاعد أتناقض أو شيء، قاعد أريد أوضح لك صورة. إذا تريد تتكلم عن أقوال المتأخرين تقول هؤلاء تكلموا فيه، فعندنا متأخرين قالوا أنه شنو؟ قالوا أنه من كبار الثقات، وقالوا أن الرواية صحيحة، وما طعنوا في سليم. فقلت لك إذا ورد الاحتمال سقط الاستدلال، فأقوال المتأخرين تسقط بناء على هذا إذا حدث فيه خلاف. فإذا أنت تريد ضعف لي إياها بناء على المتقدمين، طيب، وبناء على مشهور المتقدمين، مو تجيب لي أقوال شاذة وبعيدا عن السند. وبعدين حتى لو مثلا ضعفت السند، أنا مثل ما قلت لك أن علماءنا يقولون أن كتاب الكافي متنه حجة، متنه معتبر، فحتى لو أكو علة بالسند لا يسقط المتن. ولهذا أنا سألتك سؤال إلى الآن ما جاوبتني، ما أدري ليش ما تجاوب على أسئلتي. هاي الرواية اللي أنا جبتها أن علي بن أبي طالب فهم من الحديث التنصيب، قلت لك جيب لي الرواية، وعلماؤنا قالوا هذا الحديث لا يصح بغض النظر عن السند. أريد يتكلمون بالمتن، السند فيه ضعف والمتن لا قيمة له أو المتن شاذ. من الذي طعن في المتن؟ لأن احنا عندنا متون الكافي حجة. طيب يقول أنه شنو؟ سألت أحمد بن حنبل هل قال أنا سكت عن الحديث بسبب النواصب؟ يقول لي لا، أحمد بن حنبل ما قال الحديث يدل على الخلافة. هذا مو سؤالي. إذا الحديث لا يدل على الخلافة لماذا سكت عنه أحمد بن حنبل؟ قلت لي سكت بسبب النواصب. انطيني أحمد بن حنبل يقول ما سكت إلا بسبب النواصب، انطيني، وإلا سكوته يدل على الخلافة. زين. يقول أنه شنو؟ يقول أنه لا، الحديث يدل على المحبة. ليش؟ لأن بريدة يقول كنت أبغض عليا فقيل له لا تبغضه أحبه، وذكروا عليا تنقص علي بن أبي طالب عنده فقال من كنت مولاه. هذا ما له مدخلية. ليش؟ لأن الحديث يدل على المحبة. أنا ما أنكر أن الحديث يدل على المحبة،
إخواني هو قاعد يقول تنقصوا من علي فقالوا لبريدة أحب علي بدلالة الحديث. نعم الحديث يدل على المحبة، لكن الحديث بما يدل على المحبة ويدل على النصرة ويدل على الأحق بالتصرف. هاي لغة لا تقول لا، هاي لغة. فأني مثلا الآن شخص يطعن بعلي بن أبي طالب أو يبغض علي، فأقدر أستدل بالحديث على محبة علي. ليش تبغض علي والحديث يدل على محبة علي؟ شخص يرفض خلافة علي، أقول له ليش ترفض خلافة علي والدليل يدل على خلافة علي؟ فأنت لا تجي تثبت لي أن الحديث يدل على المحبة. هو أكو واحد ينكر الحديث يدل على المحبة؟ الحديث يدل على كل المعاني، يدل على المحبة ويدل على النصرة ويدل على الأحق بالتصرف ويدل ويدل ويدل. فأنا أريد تنطيني دليل أن النبي يقول هذا الحديث لا يدل على الخلافة، هذا الحديث لا يدل على الخلافة، لأن معنى المولى لغة يدل على الأحق بالتصرف. فكيف تخرج معنى الأحق بالتصرف؟ مو تثبت لي أنه يدل على المحبة. طبعا يدل على المحبة. هذا سؤالي الأول. سؤالي الثاني كلام أحمد بن حنبل، أين قال أنني سكت عن الحديث لكون النواصب؟ السؤال الثالث رواية الكافي، أريد تجيب الرواية وعلماءنا قالوا هذا المتن لا يصح. هجيب لك. طيب موضوع أحمد بن حنبل أنا أجبت عليه، أنت بس بتكرر لأنك ما عندكش حاجة. جاء موضوع الإمام أحمد بن حنبل في هذا الزمن الكل متفق على أن كان فيه نواصب وشيعة وغيرهم، فبالتالي الأمور بعض الأمور لكل مقام مقال. لكن عقيدة الإمام أحمد أظهرناها لك أن حديث الغدير يتعلق بمسألة المحبة، فإحنا مش هنسيب تفسير علمائنا ونسيب فهم علمائنا ونيجي ناخد من مكتبة الزركوشي العلم. دي حاجة التانية، لما أنا سألتك عن حديث الغدير ده خبر ولا أمر، بتقول لي هذا خبر فيه أمر. طلع لي لفظ أمر من الرواية. فين لفظ الأمر؟ من كنت مولاه فعليهم مولاه. أنت راجل دارس حوزة، راجل معمم، فلما تطلع لي فعل الأمر في الرواية تقول لي والله فعل الأمر كذا، لكن أنت ما طلعتش فعل الأمر. لأن أنا سألتك سؤال جوهري، هل الحديث الغدير خبر ولا أمر؟ وأين فعل الأمر؟ وما هي الأحكام التكليفية التي تتعلق بالخبر وتتعلق بالأمر؟ أسئلة أنت أول مرة تسمعها، أنا عارف والله، بس يا ريت تفهمها وتعرف تجاوب عليها جواب علمي. بتقول متواتر، مين اللي قال لك متواتر؟ احنا اثبتنا لك ان في علماء طعنوا فيه وفي علماء صححوه. لذلك ابن تيميه يقول اللهم ولي من ولا وعادي من عاد. هذه مكذوبه على الامام علي. طيب تعال بقى، انا طلعت لكم يا اخوان فهم الحسن بن الحسن. فانا كسني قلت له انا كسني عندي فهم الحسن بن علي بن ابي طالب. بالله عليك واسيبه واخد فهم الزركوشي؟ طيب عندي فهم علمائنا. طيب عندي بقى الان مفاجاه ثانيه لاهل السنه، فهم عمر ابن علي وفهم حسين ابن علي. بصوا يا ناس، احنا اتباع الحسين. هذا كتاب محمد بن عاصم الثقفي جزء، والرواية رجاله رجال الصحاح. شوف يقول سألت عن الفضيل بن مرزوق، سألت عمر بن علي بن أبي طالب وحسين بن علي بن أبي طالب عم جعفر. يا إخوان هم دول العطرة، أهل السنة يأخذون من العطرة. قلت هل فيكم إنسان من أهل البيت أحد مفترض طاعته تعرفون له ذلك؟ ومن لم يعرف له ذلك فمات ميتة جليع. فقال لا والله ما هذا فينا، نحن نصدق العطر الذين قالوا لا والله ما هذا فينا. من قال هذا فينا فهو كاذب. الله أكبر. تمام. طب مين اللي كان يكذب على أهل البيت؟ المعلى بن خنيس. قلت له هذا المعلى بن خنيس؟ قال نعم المعلى بن خنيس، والله لقد أفكرت على فراشه إلى آخره. والمعلى بن خنيس من كبار الروافض. فالذين قالوا بهذا كانوا يكذبون على أهل البيت وباعتراف أهل البيت، والرواية عندنا صحيحة. طيب تعال بقى أعطيك كده، أنا عندك بص كده، فهم الحسن بن الحسن واحد، فهم الحسن فهم عمر بن علي، وفهم ابن علي بن أبي طالب. اتفضل البداية والنهاية لابن كثير. ماذا يقول؟ يقول البداية والنهاية: وقال البخاري أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله في وجع الذي توفي فيه، فأخذ بيد عباس وقال له: أنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني والله لا أرى أن رسول الله سوف يتوفى في وجعه. الرواية في البخاري: وإني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. فقال علي بيتكلم عن الإمارة: وإن والله لئن سألناها رسول الله
فمنعناها لا يعطيانها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله. علي بن أبي طالب عندنا ما كان يسأل الإمارة للنبي. بص بقى عندك مين بقى يا جماعة الخير؟ شرح أصول الكافي لمحمد صالح المازندراني، سليم بن قيس الهلالي. إيش حاله يا أخوان؟ شايفين؟ مجهول الحال. المجهول عند الشيعة من قسيم الصحيح ولا من قسيم الضعيف؟ حاوية الأقوال في معرفة الرجال، الشيخ عبد النبي الكاظمي الأسدي، مجلد أول الصفحة 116، قال الخبر الرابع الضعيف يقول بأن يشتمل طريقه على مجروح بغير فساد المذهب أو مجهول، فالمجهول من قسيم الضعيف، فالرواية عندك وعلى مبانيك رواية ضعيفة. وهذا شرح أصول الكافي لمحمد صالح المازندراني. أنا بقى أسئلتي فين؟ أنت قلت إن علي نصب قبل الغدير، والنبي عندك أقسم بالله أنه علم الناس كل ما يقرب من الجنة ويباعد من النار. فإذا هل أنت تصدق النبي أن حديث الغدير لا يقرب من الجنة ولا يباعد من النار؟ جاوب على هذه الرواية. طيب علي بن أبي طالب هل فهم من الغدير أنه خليفة برواية صحيحة سالمة من الطعن؟ ما قلت. الصحابة المنتجبين نحن أهل السنة على عقيدتهم، هل تستطيع أن تخرج لنا واحد من الصحابة المنتجبين يعتقد باعتقادك أن علي الخليفة بحديث الغدير؟ أيضا حديث الغدير خبر أم أمر؟ والخبر ماذا يترتب عليه؟ أنا كاتب الأسئلة ما جاوبت، إن أنت ما جاوبتش عليها، مش بس أنا بعيد، لا، ما أنا بعيد لك عشان أقول لك أنت ما جاوبتش عليها. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني ايضا يقول انا جاي اكتب لان انت ما تجاوب. انا علما جاوبت، قلت لانه الحديث فيه خبر، وهذا الخبر عندما يخبر النبي بشيء الناس مأمورين. يقول انطيني فعل الامر، عباله يعني اذا ماكو فعل امر يعني الناس يقدرون يخالفون. الله يقول ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اطيعوا الله واطيعوا الرسول. فطاعة الرسول مطلقة فيما يخبر، فيما يأمر، فيما يتكلم. يعني إخبار النبي ملزم لنا على نحو الأمر، لا يمكن أن نعارض النبي، نخالف النبي. يعني النبي إذا قال أخبرني، قال لي اذهب إلى ذلك المكان، إلى ذلك المكان. فإخبار النبي، هذا الإخبار أو الكلام معي حتى وإن لم يكن فيه فعل أمر، يدل على ماذا؟ يدل في أصله على ماذا؟ يدل في أصله على الأمر. لماذا؟ لأن مخالفته مخالفة للنبي. نعم، الآن النبي يقول لهاشم هنداوي اذهب إلى اليمن مثلا، يقول له عليك أن تذهب كذا. هذا كلام النبي، مخالفته توقع في الحرمة. مخالفة كلام النبي تستلزم أنه خالف أوامر النبي، مو إلا يجيب فعل أمر، لأن أنت مأمور بطاعة النبي، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يعني إخواني تخيلوا النبي يقول لي افعل ذلك الفعل، فأني أقول ما أفعل هذا الفعل، أخالف النبي، أعصي النبي. ليش؟ لأن النبي الكلام مالته ما بيه فعل أمر. الله أكبر. أي دين هذا؟ أي ملة هذه؟ أي شريعة؟ أن النبي إذا أخبر بشيء أو طلب مني شيء يجوز لي أن أعارض النبي، لأن الكلام مالته ما بيه فعل أمر. هو كلام النبي في الأصل يحمل على اللزوم، لابد أن تنفذ، لا يمكن أن تخالف. فقال لي الأمر أو الكلام مخالفته يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه العصيان، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمخالفة الأوامر التي يترتب عليها أن تكون في ضلال. زين، هم يا أخواني رجع يجيب لي أقوال المتأخرين أن سليم مجهول، أن ما أدري شنو كذا. خباني همين، أنا شوف، أنا ما راح أجيب لك أقوال المتأخرين. أنا عندي مثلا منه صادق الروحاني يقول سليم من الثقات. أنت جبت قول المتأخرين مجهول الحال. أنا صادق الروحاني مرجع من مراجع الشيعة يقول من الثقات. قلت لك أقوال المتأخرين، لا تجيب أقوال المتأخرين. أنا عندي أقوال المتقدمين. هسه يقول لي إذا ما أجيب أقوال المتأخرين، لعد أنت ليش تجيب صادق الروحاني اللي هو متأخر؟ أنا قاعد أفهمك. إيه نعم، أدري بك راح سجلتها، والله فاهمك قبل لا تكتب وقبل لا تطلع وياي بالمناظرة. اللي أريد أفهمك يا أنه أنت من تجيب قول متأخرين، ترى أنا همين عندي قول متأخرين، أقدر أجيب لك قول متأخرين. أقوال المتأخرين لا عبرة فيها. أنا عندي أقوال المتقدمين. الكشي من المتقدمين يقول أن سليم كتابه صحيح وهو جليل القدر.
الكشي من المتقدمين، شعليه بالمتأخرين؟ يعني أنا أترك المتقدمين أخذ بالمتأخرين، والمتأخرين مثل ما أنت تجيب أقوال تقدح فيه، عندي أقوال توثقه، فالعبرة بالمتقدمين. طيب زين، همين اخواني رجع خلص، هل احد الصحابه احتاج، هل مدري منه كذا، يعوف الاسئله الجوهريه، واني عندي ذولا، واني عندي هاي الروايه اللي جبتها اللي بكتبك، ممكن توثق لنا اياها على نحو التوثيق المفصل؟ انت الروايات اللي بكتبك اللي قاعد تجيبها كلها قاعد تجيب تصحيحات عامه، توثيقات عامه، لا هاي التوثيقات العامه لا تقدم على التوثيق المفصل. لماذا؟ لان التعديل المجمل لا يقدم على التعديل المفصل. فهذني رواية الحسن بن الحسن، وهاي الرواية اللي جبتها المعلى بن خنيس كان يقول بالتنصيب، وتقول أهل البيت عندنا، هاي الروايات كلها لا عبرة فيها، لا عبرة فيها. ليش؟ لأن القاعدة عندكم وعندنا تقول أن التعديل المفصل يقدم على التعديل المجمل. أنت قاعد تقول إسنادها صحيح، تعديل مجمل، شعلي بهاي التعديلات المجملة؟ أريد تعديل مفصل، يعني تجيب راوي راوي وتوثقه على المشهور، راوي راوي، مو تجيب لي توثيقات عامة أو تصحيحات عامة، يعني مو حجة. طيب زين، ولهذا أنه شنو، ولهذا إخواني إلى الآن ما قاعد يجاوب على أي سؤال، فقط يروح أنا عندي الصحابة. يقول أحمد بن حنبل سكت عن الحديث بسبب النواصب، والكل يعلم أن النواصب كانوا منتشرين. أنا شعلي بانتشار النواصب، هل أحمد بن حنبل يقول سكتت بسبب النواصب؟ انطيني كلام أحمد. طيب هدي أعصابك يا أستاذ مجتبى، هدي. طيب هو بيقول لك شوفوا في بداية قال لك النبي قال لك افعل، أنا أروح ما أفعل. هو فين النبي قال افعل؟ ما هي دي المصيبة اللي أنت مش عارف تعملها، مش عارف تظبطها. أنا بقول لك خبر، أنت والله لو فاهم السؤال ده هتعرف تجاوب عليه كويس. أنت بتعيد الأسئلة بتاعتك. لما بتقول لو النبي قال افعل أنا ما أفعل، هو فين الفعل؟ هو أنت جبت في حديث الغدير أصلا فعل؟ الأمر، المسألة لو فيها أمر يبقى لازم يبقى فيه فعل أمر. أين فعل الأمر؟ وما الفرق بين الفعل الأمر، بين الأمر والخبر في الأحكام التكليفية؟ أنا هعيد لك السؤال ده لربع مداخلة ولا إيه؟ أجيب يا أستاذ مجتبى. طيب بتقول الروحاني، ما أنت قلت الروحاني من المتأخرين. طيب راح جاب لنا قول الكشي. طب اتفضل يا سيدي، أدي عندك الخوي بيهدم قول الكشي. اتفضل، شفتوا احنا قد ايش قد حنينين. كتاب معجم رجال حديث الخوئي المجلد الثالث عشر الصفحة 71، أقول لا ريب في جلالة الرجل إلا أنه لم تثبت وثاقته، فكلمة جليل القدر ورضي الله عنه الخوئي والمجلسي وغيرهم يقولون لا تدل على الوثاقة، لأن أصلا سليم بن قيس الهلالي قال ابن الغضائري أنه مجهول، وقال محمد بكر البهبودي أنه مجهول، ومحمد تقي الطبطبائي قال لك مجهول، محمد صالح المازندراني قال لك مجهول. يا رجل كل ده وجاي تستدل علينا برواية؟ ده أنت بتقول لي هات لي رواية يعني أنت شوفوا لما جبنا له فهم الحسن بن الحسن وفهم عمر بن علي وفهم الحسين بن علي، راح قال لك هات لي راوي وبين لي التوثيق. انت راوي واحد طلعنا لك اكثر من 4 علماء في دينك ضعفوا هذا الراوي وطعنوا فيه. ثم انت الروايه اللي انت جايبها من قول علي بن ابراهيم القمي وابوه، هل تعلم ان محمد النجار يقول من اسباب ضعف تراثنا الشيعي ان علي بن ابراهيم القمي وابوه لم يعرف لهم تاريخ ميلاد ولا تاريخ وفاه؟ يعني حتى الروايه اللي انت جايبها طماط وظلمات بعضها فوق بعض، لكن الروايات اللي انا جبتها انت ضعفتها بمزاجك وبكيفك مش بالحجة والبرهان. طيب دي حاجة. الحاجة التانية يا أحبة، بصوا هذا من؟ هذا عالم شيعي. ماذا يقول هذا العالم الشيعي في الغدير؟ بصوا يا ناس، اسمه فصل الخطاب، الكتاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. مش موضوعنا، الموضوعنا حسين النور الطبرسي. ماذا يقول؟ ألا ترى كيف لم يصرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام بالخلافة بعده بلا فصل في يوم الغدير، وأشار إليها بكلام مجمل. أنت بتحتج علينا بضعف المجمل، رد عن نور الطبرسي اللي أسقط لك الرواية لأنها من المجملات فليس فيها نص على الخلافة، مشترك بين معان يحتاج في تعيين ما هو المقصود
منها إلى قرائن حالية إلى آخره. تعال أيضا يا عزيزي، تعال أيضا حديث الخلافة عندك، حديث المسألة عندك تتعلق بالنص الخفي. علماءك أيضا أسقطوا حديث الغدير أنه نص خفي وليس نصا جلي، وهؤلاء كبار علماء الشيعة. شوفوا يا ناس، ده أوائل المقالات للمفيد شيخ الطائفة، يقول وأوجب النص الجلي، يعني النص الجلي في الإمامة هو، يقول أيضا في الطبرسي النور الكتاب قواعد العقائد لنصير الدين الطوسي عفوا، يقول فقالت الإمامية والإثنى عشرية إنما يحصل بالنص الجلي. وعندك هنا بقى الشافعي في الإمامة، عندك الشافعي في الإمامة والحلي، الشافعي في الإمامة والحلي تفسير الكشف يقول الإمام بمعنى النص، بمعنى النبي بمعنى النص يحتاج إلى النص الجلي. فعندك الحلي والشريف المرتضى قالوا أن حديث الغدير من كنت مولاه فعليهم مولاه نص خفي. المفيد والطوسي بيقول لك أن الواجب في الموضوع النص الجلي. فأين أنت من هذا؟ لما بتقول لي أنا الآن لما أقول لك أعطيني فهم علي برواية صحيحة، عارف والله لو أنا خرجت من المناظرة دي ولم تستطيع أن تثبت رواية واحدة أن علي فهم من الغدير أنه الخليفة، أنا مش عايز حاجة تاني. لو خرجت من المناظرة دي يا أستاذ مجتبى وما عرفتش تثبت أن الصحابة المنتجبين اللي أنتم بتتردوا عليهم لم يعتقدوا أن علي خليفة بحديث الغدير، أنا مش عايز حاجة تاني. لما أنت مش عارف تفصل لي الفرق بين الخبر والأمر في حديث الغدير، وأين فعل الأمر في حديث الغدير، وما الفرق بين الخبر والأمر في الأحكام التكليفية، أنا مش عايز حاجة تاني. أنا عندي راجل عندي فهم الحسن بن علي وعمرو بن علي والحسين بن علي، وعندي فهم هؤلاء. فمش عايز أنا حاجة، أنا عايزك أنت اللي تحاول تلم الموضوع من ناحيتك أنت، مش من عندي أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني شنو همين رجع يجيب أقوال المتأخرين يريد يسقط قول المتقدمين بأقوال المتأخرين. يقول أن الخوئي قال قول الكشي في قوله يدل على جلالته لا يدل على الوثاقة، يجيب قول متأخرين يريد يسقط أقوال المتقدمين. الله أكبر. إلى الآن إخواني أنا تحديته أن يضعف رواية الكافي أن علي بن أبي طالب فهم من الحديث من حديث الغدير الدليل على التنصيب. متحدي يجيب لي الرواية بما هي رواية والعلماء قالوا هذه الرواية لا تصح، مو يتكلم لي في السند. وطبعا هو كلامه بالسند عبارة عن أنه شنو؟ عبارة عن البهبودي اللي هو الروحاني من كبار المراجع، يقول البهبودي أصلا لا نعرفه في الأوساط الحوزوية. مرة يروح يجيب لك شنو؟ مرة يروح يجيب لك أنه محمد النجار يقول حدث خلاف في ولادته ووفاته وما أدري شنو، حدث خلاف في ولادة علي بن إبراهيم وكذا وأبيه، هو حدث خلاف بولادة النبي ووفاة النبي. يعني أقوال كلها شاذة، أقوال ما لا تمت إلى الموضوع بصلة. أنا جبت لك قول الكشي يقول سليم جليل القدر صادق، يعني شخص صادق جليل القدر، والكشي من المتقدمين. لا تروح تجيب لي أقوال المتأخرين، لا عبرة بالمتأخرين. أنت الآن فقط جايب لي متأخرين، بهبودي والسيد الخوئي ومدري منو، هذول كلهم متأخرين. احنا عندنا قول المتقدمين يقدم على المتأخرين. فإلى الآن سند الرواية أنت إلى الآن ما تقدر تضعفه بأقوال المتقدمين، ولا تقدر تتكلم بمتن الرواية، لأن هذه الرواية روايات الكافي معتبرة وحجة. المتن إلى الآن ما قدرت تجيب عالم واحد، طالبته بعالم واحد يطعن بالمتن، قدر ما قدر. إخواني شنو يقول أنا كسني ألتزم بفهم منو الحسن بن الحسن والتزم بفهم أهل البيت عندي وكذا، وأنا تحديته يصحح ذني الروايات يعرضن على الشاشة، قدر يصححن، يجيب لي إسناده صحيح تصحيح مجمل. التصحيح المجمل لا يقدم على التوثيق المفصل. أتحداه، هاي فهم أهل البيت عنده، أتحداه يصحح ذني الروايات بناء على منهج أهل العلم، يجيب لي إسناده صحيح، يعني تصحيح مجمل. إحنا نريد تصحيح توثيق مفصل. التوثيق المفصل يقدم على المجمل. أنت ما عندك فهم أهل البيت أصلا، لأن لا رواية الحسن بن الحسن ولا رواية أهل البيت في قضية المعلى قدرت تصححن. تصحيح مفصل يقدم على التعديل المجمل. طيب
يقول أنه أنت ما بينت الأمر يدل على التكليف كذا، هاي يا تكليف يا أمر يا هاي. يقول هل النبي كلامه ليس فيه أمر؟ قلت لك فيه أمر ما فيه أمر. كلام النبي لا يصح أن تخالف كلام النبي، ما يصح تخالف كلام النبي بعبارة أمر ولا ما بي. النبي قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه الذي يراني أحق به من نفسه، مولاه يعني أحق به من نفسه، فهذا علي مولاه. ما يصير أنت تجي تقول كلام النبي ما بي أمر إذن أنا علي مو مولاي. لا مو مولاي. حتى لو تحمل الحديث على المحبة، ما يصير تجي تقول أنا ما أحب علي لأن كلام النبي ما بي أمر. بالله عليكم أي دين هذا؟ زين. وبعدين اخواني شنو؟ بعدين يقول لي علماء قالوا ان حديث الغدير نص خفي وكذا، وهيك يعرضها شويه ويديرها ويعرضها شويه ويديرها، علما انه كل هاي الاقوال اللي انت دللت بيها نص خفي ونص خفي وهاي انت ما فاهمهن اصلا. لان علماءنا بالاتفاق، حتى المرتضى، حتى صاحب كتاب الشافي يقول ان نص الغدير نص جلي، لكن هم ما يقرون كتاب المرتضى. دائما يروحون شنو؟ دائما يروحون هاي المرتضى قال انه خفي. دقرة أنا قاري الكتاب كامل، هو ينقل قول هذا مو قوله. اي نعم اجيب لك هذا الشريف المرتضى يقول حديث الغدير انه شنو جلي، ما يقول خفي. هاي ينقل اقوال، بس انتم مو مقارين الكتاب. بكل مناظرة الشريف المرتضى بالشافي. هذا كتاب الشافي اخواني بالامامة، هذا الشريف المرتضى المجلد الثالث صفحة 99. ماذا يقول؟ يقول ثم نرجع إلى التفصيل فنقول قد دللنا على ثبوت النص على أمير المؤمنين بأخبار مجمع على صحتها متفق عليها، وإن كان الاختلاف واقع بتأويلها، وبينا أنها تفيد النص بغير احتمال ولا إشكال. يعني نص جلي بغير احتمال ولا إشكال. الله أكبر. هذا المرتضى. خافي وين قال إن الغدير نص جلي؟ وين؟ وبينا يتكلم عن حديث الغدير، وبينا أنها تفيد النص بغير احتمال ولا إشكال، يعني جلي لا يوجد فيه احتمال من كنت مولاه. ففي كتاب الشافي جاي ينقل قول، انتم لين ما قارين الكتاب عبالكم هذا قوله. أسألكم برب الكعبة، هل النص اللي هو قرأه قال كده نص الغدير نصه قال قسما بالله ما فيه؟ بيقول لك إيه؟ استغفر الله. يقسم بالله. لا تقاطع يا عزيزي، لا تقاطع. بيقول لك ايه يا جماعة الخير؟ بيقول لك انا ايش دخلني بالخبر والامر النبي؟ يا عزيزي الامر الله لا عنده، مش عارف يفرق بين الخبر وبين الامر. لما ربنا يقول واقيموا الصلاة، من لم يقم الصلاة حمل ذنبا كبيرا. لكن لو الله عز وجل قال اخبرنا مثلا عن قوم عاد او قوم فرعون، ايه اللي يترتب علينا؟ بس نصدق نعم حدث هذا، لكن ليس علينا حكما تكليفيا. انت مش عارف تفرق بين الغدير وبين الخبر وبين الامر، ضربت الدنيا باظت معاك في الحكايه. والله العظيم اتحداك تفصل ما الفرق بين فعل الامر والخبر في حديث الغدير، وان كان خبر يدل على ماذا وان كان امر يدل على ماذا، وما الفرق بين الخبر والامر في الاحكام التكليفيه التي تتعلق بالمكلف. افهم السؤال علشان تجاوب عليه، ما تخطفش كلمتين يا مجتبى. طيب بتقول لي حديث الغدير، انت بنفسي طلعت لك النور الطبرسي اسقط حديث الغدير انه نص مجمل لا يعني الخلافة ولا يعني الامارة. ايضا انت بتقول البهبودي، بس قبل البهبودي اوريك على حاجة شغلة كده مهمة. بصوا يا اخوان، بصوا ده الشريف المرتضى رسائل الشريف، يقول واما النص الخفي فهو الذي ليس فيه صريح لفظ النص بالإمامة، وإنما ذلك في فحواه ومعناه كخبر الغدير. إذن خبر الغدير إيش؟ نص خفي. هل ده بس؟ لا، ده عندك هنا يا مؤمن الشافي أيضا. الشافي يقول وهذا الضرب من النص الذي يسميه أصحابنا السنة. يا رجل اتق الله، أصحابنا النص الخفي، أصحاب الشريف المرتضى أصبحوا سنة. لما تقول لي بيتكلم عن السنة، آدي الشافي في الإمامة. أيضا يا جماعة الخير البراهين الفاطمية المجلد الثالث يقول القسم الثاني من النص الخفي، ومنها قوله لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى وحديث الغدير. أيضا عندك رسائل الحلي وأما الخفي فقوله من كنت مولاه فعليم مولاه. كل هؤلاء العلماء
كتاب تفسير البرهان يقول فبعثه الله بالتعريض لا بالتصريح. أعوذ بالله. وأثبت الله تعريضا لا تصريحا. الحجة بتثبت بالتعريض لا بالتصريح. أعوذ بالله. طيب تعالوا يا جماعة الخير نشوف حاجة تانية مهمة جدا. بصوا يا ناس، ده مين؟ ده كتاب بحر الفوائد. يقول الشيخ محمد باقر البهبودي الزركوشي، الأستاذ الزركوشي بيقول لك مش معترف به في الحوزة. كتاب غاية المرام وحجة الحطام يقول تحقيق فضيلة العلامة الشيخ محمد باقر البهبودي أصبح مش معترف به عند الحوزة. كفوا على الحوزة، كفوا عليك يا أستاذ مجتبى. كتاب الصراط المستقيم إلى مستحق التقديم يقول وقام العالم الفاضل الموفق لإحياء الزبر الدينية الآقى محمد باقر البهبودي. لا لا لا، أنت مش معترف بيك يا بهبودي. أستاذ بهبودي حضرتك أنت مش معترف بيك في أوساط المادة العلمية. معلش معلش أستاذ بهبودي، يعني شلون الناس دي يا جماعة مش معترف بيها؟ تعال بقى، أنا عندي حتة جدا قوية. عندنا يا إخوان احنا كأهل السنة طلعنا له، أنا طلعت له تصحيح الروايات. هو عشان مش عارف يطلع تضعيف الروايات السنة بيقول لك طلع لي الرواية وطلع لي واحد واحد. أنا يكفي إن الرواية أتيت بها من أول المناظرة وأثبتت أنها صحيحة. يا رجل بقول لك أنا هاشم هنداوي عقيدتي عقيدة علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب عندي في صحيح البخاري يقول والله لا أسألها رسول الله. الإمارة علي ما سألها. علي بن أبي طالب يقول ما عهد إلينا رسول الله في الإمارة شيء، في مسند أحمد وغيره. فأنا عقيدتي عقيدة علي بن أبي طالب، عقيدتي عقيدة الصحابة المنتجبين. إلى الآن مش قادر تثبت لنا واحد من الصحابة المنتجبين كان يعتقد أن حديث الغدير تنصيبا لخلافة علي بن أبي طالب. أيضا نعم النص قبل الغدير. طيب المفيد والطوسي قالوا أن الإمامة تحتاج إلى نص جلي. عندك الحل وعندك الشريف المرتضى وعندك تفسير البرهان هاشم البحراني وغيره. كل هؤلاء يقولون أنه ليس فيه نص على الخلافة. ما ردك على هؤلاء العلماء؟ أنا أريد فهم أهل البيت، فهم علي والحسن والحسين وفاطمة. ما عندك؟ نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني رجعنا نفس الشيء، ما عنده شيء خلص. هم رجع فهم علي وما ادري شنو هاي، وانا انطيته فهم علي بن ابي طالب بروايه الكافي وقلت له اتحداك تضعفها تجيب متنها وتضعفها لان متون الكافي حجه. وعلي بن ابي طالب فهم من الحديث انه يدل على التنصيب، وجاب لي اقوال في سليم قلت له هاي اقوال متاخرين. انا عندي انه شنو؟ ان الكشي قال ان سليم جليل القدر صدوق، فالروايه عندي صحيحه سندا ومتنا. وقال أن السيد الخوي يقول الجلالة لا تدل، قول المتأخرين لا عبرة فيه. طيب الآن شنو يقول؟ أنا عندي أهل السنة فهم أهل البيت والحسن بن الحسن وأهل البيت، وإلى الآن أنا أتحدى يجيب رواية الحسن بن الحسن أو الرواية الثانية اللي هي في كلام المعلى بن خنيس وكذا، ويوثق لنا إياها توثيق مفصل. لأن أهل العلم يقولون أن التوثيق المفصل يقدم على التعديل المجمل، فأنت جايب تعديلات مجملة، إحنا نريد توثيق مفصل. قدر ما يقدر، بعدين يروح الشريف المرتضى وعندك مدري كذا وعنده أصحابنا ومدري هيك. وقلت له أنه هاي الأقوال، أولا الشريف المرتضى أنت بالبداية ادعيت أن هذا قول الشريف المرتضى وهذا مو قول الشريف المرتضى. بعدين تراجع طلع عنا الكلام يقول لا الشريف المرتضى يقول عند أصحابنا، يعني هو مو قول الشريف المرتضى. ليش تقول للناس هذا قول الشريف المرتضى؟ طيب بعدين يقول الحلي ومدري منه وكذا. لا لا لا، هذول كلهم قاعد ينقلون أقوال، وبعد ذلك ماذا؟ يتكلمون عن الحديث في هذا الوقت ويتكلمون عن الحديث في ذلك الوقت. الحديث في ذلك الوقت فهمه الصحابة ونص جلي. يتكلمون عن أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه خفي بالنسبة إلى هذا الوقت، مو بالنسبة إلى ذلك الوقت. وتقول لي شنو الدليل؟ شنو الدليل؟ الدليل كل علمائنا يقولون أن حديث الغدير نص جلي. فأنت لا تروح تجيب كلام أنت ما فاهمه لأن أنت ما قارئ الكتب، بس تسوي وثائق. هذا بحار الأنوار للمجلسي ماذا يقول؟ هل يقول النص خفي؟ يقول أخبار الغدير وما صدر في ذلك اليوم. إخواني العلماء يقولون في هذا الوقت، بهذا الوقت قد يكون النص خفي، أما بذاك الوقت النص جلي وفهمه الصحابة والكل فهم من النص التنصيص. بس بهذا الوقت بسبب البعد عن الزمن النبوي البعض قد يراه خفي، يقول
أخبار الغدير وما صدر في ذلك اليوم من النص الجلي على إمامته عليه السلام. هذا المجلسي كل علماءنا أخواني، هذا كتاب الطوسي، يقول لي طوسي وكذا هاي، لا، الطوسي قاعد يتكلم بهذا الوقت قد يكون خفي، بذاك الوقت جلي. يقول فإن النص من رسول الله على علي عند الإمامية كان جليا في قوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه. طيب الآن هذا كتاب شنو؟ هذا كتاب إرشاد الطالبين للحلي، يقول الحلي والطوسي، وهو اصلا ما فهم قول الطوسي ولا الحلي. يقول وهو ان الشيعة على كثرتهم وانتشارهم في مشارق الارض ومغاربها نقلوا نقلا متواترا النص الجلي من الرسول على علي بن ابي طالب كقوله الخليفة من بعده يسلم عليه بأمرة المؤمنين كذا 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 وهو إمام وهو المطلوب، عندما يتكلم عن حديث الغدير. هذا كتاب جامع الشتات عندنا أيضا، يقول وهو النص الجلي على إمامة أمير المؤمنين. فلا تروح تجيب لي نصوص أنت ما فاهم شنو معناها، لأن أنت ما قارئ الكتب. هذا دلائل الصدق للمظفر، يقول وحديث الغدير صحيح متواتر بأعلى درجات التواتر، قطعي الصدور، واضح الدلالة، جليا على إمامة أمير المؤمنين. الناس جلي للصبح، والله للصبح أجيب لك كل علمائنا. هذا رسائل المرتضى، يقول لي المرتضى، هذا المرتضى قال الأجل المرتضى أن كلامه في يوم الغدير تصريح في النص بالإمامة والاستخلاف على الأمة، وأنه لا يحتمل سوى هذا المعنى ولا يليق بخلاف هذا، لا يوجد أي معنى ولا يحتمل أي معنى آخر، يدل فقط النص بالإمامة والاستخلاف على الأمة، يعني نص جلي ما يحتمل معنى آخر. فأنت تروح تجيب لي نصوص أنت ما قاريهن وما فاهمهن، لأن أنت ما تقرأ الكتب. أنا قاري كل كتب علماء الشيعة بالنسبة للحلي، هاي الكتب اللي تقول أنه نص خفي، الشافي وغيره كلهن قرأتهن، لأن دائما يجيبون وثائق. معقول هذول علماءنا يقولون خفي؟ رحت قرأت الكتب، هذول علماء أصلا يتكلمون بناحية ثانية، هم يبترون وثائق ويسوون. فإلى الآن إخواني يقول أنه البهبودي جاب لي كتاب بالشيخ البهبودي، يقول لي هذا الشيخ عندكم، طبعا شيخ العسيد، طبعا شيخ. بعدين يجيب لي أنه محقق، بعدين يقول لي علماءك يقولون تحقيق زين، أنت جبت هاي الأقوال، أنا جبت لك مرجع من مراجع الشيعة من الكبار، الروحاني يقول البهبودي لا نعرفه. فأنت مثل ما تجيب أقوال أنا أجيب لك أقوال، فإذا ورد الاحتمال سقط الاستدلال. يعني أنت تستدل عليه بأقوال المتأخرين، ما إلى الآن ما جاب شيء، يعني سبحان الله. بالعكس، انا مبسوط ان علمائك يعني مش قادرين يثبتوا على توثيق رجل، مره ضعيف مره صحيح مره في خلاف. انت عندك الذهبي يقول ثقه، الحاكم يقول ضعيف، الألباني يقول ثقه، البخاري يقول كذا. هذا جرح وتعديل عادي. دلوقتي لو سمحت هدي بس، انا انبسط لما اجي اطلع لك علماء يقولون انه علامه وفاضل ومحقق، واحد تاني يجي يقول لي لا والله ده غير معترف بيه، انا انبسط، ترى انا انبسط، انا ما زعلش بالعكس. لكن انت بتقول لي متواتر، اتفضل يا سيدي. ده الخوئي ده مش زعيم الحوزه برضه ولا انا بيتهيأ لي؟ الخوئي اهو يقول لك معجم رجال الحديث المجلد السادس عشر الصفحه 157، وروايات الغدير كادت ان تكون متواتره، مش متواتره، كادت. استاذ مجتبى ارجو ان انت تقرا كتبك زين. هنا عندك شوفوا يا اخوان النص اللي انا طلعته، الاعتقاد والهدايه الى سبيل الرشاد، وطبعا روايه ابن الحسن اسناد الاثر صحيح. تقول لي هات لي التفصيل، هو انت عرفت تطلع لي توثيق رواه بس من الروايات اللي انت جبتها؟ انا عندي علماء صححوا الروايه، انت ما طلعتليش عالم صحح روايتك بكل تفاصيلها يا عزيزي. وعندي ايضا روايه عمر بن علي بن ابي طالب وحسين بن علي بن ابي طالب، وأهل العلم قالوا رجال الإسناد رجال الصحيح. فأنا مش محتاج تفصيل، مش هيجي مجتبى الزركشي في 2025 يقول لك والله الرواية ما تعجبنيش، لا أنت احترامي ليك يعني. بصوا يا إخوان، بيقول لك الطوسي، اتفضل يا سيدي، خاتمة المستدرك الوسائل، خاتمة للحر العامين. ماذا يقول عن الطوسي؟ يقول الشيخ، قلت وأما تضعيف الشيخ فإنه يقول هذا ضعيف لأن راويه فلان ضعيف، ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه. فأنت يا عزيز الحر العاملي بيقول لك إن الطوسي متناقض في قوله، يقول هذا ضعيف ويعمل برواية الضعيف، فحتى الحر العاملي تعجب من الطوسي. فضل يا عزيزي، ادي رسائل الشريف المرتضى. واما النص الغدير
نص خفي. تفضل امطرك أدلة البراهين الفاطمة علماءك. نص الغدير نص خفي. أيضا هو يا جماعة الخير رسائل المحقق الحلي نص الغدير نص خفي. اتفضل امطرك أدلة البراهين تفسير البرهان تعريض لا تصريح نص الغدير. اتفضلوا يا جماعة الشيعة في الميزان محمد جواد مغنية النص الخفي كقوله أنت مني وحديث الغدير. اتفضلوا يا أخوان ما فيش أزيد من هنا. حتى كتاب الخصائص الفاطمية للشيخ محمد باقر البابودي المجلد الثاني صفحة 45 و200 قال وكذلك قال السيد المرتضى رحمه الله إن الصدوق كذوب في هذه المسألة. فحتى توثيقات وترضي وترحم الصدوق على الرواة لا يلزم الوثاقة كما قال الخوئي والمجلسي وغيره. أنا سألتك أسئلة قسما بالله جوهرية. بقول أنا هاشم هنداوي عندي علي بن أبي طالب قال أن الرسول لم يعهد إلينا في الإمارة شيء، رواية صحيحة. عندي علي بن أبي طالب والله قال والله لا أسألها رسول الله في رواية البخاري. فأنا أعتقد بعقيدة علي، أنا أعتقد بعقيدة الصحابة المنتجبين أبو ذر وعمار والمقداد وسلمان. إلى الآن مش عارف تثبت لنا إن في واحد منهم كان يعتقد بحديث الغدير أنه خليفة. أين احتج علي بن أبي طالب بعد موت النبي بحديث الغدير أنه خليفة؟ لم تستطع أن تأتيني. أين فهم علي بن أبي طالب من الغدير أنه الخليفة بعد النبي؟ برضو ما استطعت أن تجيب. دلوقتي علمائك أوجبوا النص الجلي. عندك الشيخ المفيد والطوسي ومحمد جواد مغني قال لك نص جلي. فين النص الجلي بالإمامة والخلافة في حديث الغدير؟ يا رجل لا تكابر اتق الله. طيب أيضا يا إخوان حديث الغدير الرواية اللي أنا أتيت لك بها النبي طلعت لك الرواية. النبي قال والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به. إذن هل تعتقد بعقيدة رسول الله أن حديث الغدير لا يقرب من الجنة ولا يباعد من النار؟ أنا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قلب كتب الشيعة. النصيبة أن أنا جبت رواية شيعية، يعني أنا احتجبت برواية موافقة لأهل السنة موجودة عند أهل السنة أن الرسول يقول يا أخوان والله ما من شيء. بصوا والله العظيم هذه الرواية تدمر حديث الغدير. أهي في مرآة العقول المجلد الثامن صفحة 48 أبو جعفر يقول خطب رسول الله في حجة الوداع قبل غدير خم ب9 أيام يا أيها الناس والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به. الحديث موثق كالصحيح. فأنا أرجو تاخذ المداخلة دي الأخيرة يا أستاذ مجتبى علشان أنا كمان نص ساعة عندي مناظرة تاني، فتتفضل تجاوبنا على الأسئلة الكثيرة التي لم نجد لها إجابة إلى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني شفتوا خلصت المناظرة وما قدر يجاوب على سؤال واحد. يبقى الحكم لكم أنا جاوبت ولا لا وهو جاوب ولا لا. رجع يجيب أقوال العلماء أن الحديث نص خفي، وأنا قلت لكم أن العلماء يتكلمون أنه في زماننا بسبب البعد عن الجو النبوي يقولون الآن في زماننا خفي، لكن في ذلك الزمان كل علمائنا الحلي والطوسي وطلعت على الشاشة الحلي والطوسي والمرتضى والمجلسي كل علمائنا يقولون النص في ذلك الوقت جلي وفهموه وهو يدل على الخلافة، لكن بسبب البعد عن الجو النبوي الآن البعض يقول أنه خفي وكذا وهاي ما له مدخلي. زين، وأنا قلت لكم أنه هم لأن ما قارين كتبنا فما يفهمون عبالهم أنه شنو ذول العلماء يقولون الحديث بذاك الوقت أنه خفي. لا، لازم تقرأ الكتاب حتى تفهم هو شنو يقصد. طيب مثل ما هو الآن شي يقول أنه الخوئي قال كادت أحاديث الغدير تكون متواترة، إذن الحديث غير متواتر. شفتوا إخواني؟ لأن ما قارين كتب الخوئي فش عبالهم الخوئي يتكلم عن اعتقاده. الخوئي قاعد يتكلم عن الطبري البعض قال أنه صاحب دلائل الإمامة مالتنا الطبري، البعض يقول أنه دليل على تشيعه، البعض يقول ذكر الحديث فيقول أن ذكره للأحاديث كادت أن تكون متواترة وكذا. ما يتكلم عن اعتقاده هو، هذا اعتقاد الخوئي. المشكلة أنتم ما تقرون كتبنا فما تأخذون الصفحة وعبالكم هذا اعتقاده. أنتم لازم تفهمون المبحث كامل، تقرون الكتاب. هذا غاية المأمول في علم الأصول. تقريرات للجواهري، تقريرات السيد الخوئي، هذا الجزء الأول بقلم محمد تقي الجواهري. تقريرات بحث أستاذه اللي هو أستاذ الأوحد زعيم الحوزة جناب السيد أبو القاسم الخوئي. تقريرات الخوئي، شنو كلام الخوئي؟ يعني شنو الخوئي قاعد يتكلم ومباشرة هو يقرر يكتب كلامه. شنو كلام الخوئي؟ الخوئي يتكلم عن التواتر اللفظي،
يقول: وهو أن يخبر جماعة يمتنع عادة تواطئهم على الكذب بسماع لفظ بخصوصه عن المعصوم، مثل التواتر الحاصل بالنسبة إلى قول النبي: من كنت مولاه فعلي مولاه. الخوي يقول الحديث متواتر، بس هناك قاعد يتكلم عن الطبري ومسألة خلافية، هل دليل على تشيعه لكونه روى الروايات؟ هل الروايات اللي رواها تدل على التواتر؟ لو كادت أن تكون متواترة ايش دخل هاي باعتقاده؟ المهم يقول أنه شنو؟ أنا علمائي قلت له أتحداك تصحح الروايات بالتصحيح المفصل. يقول علمائي قالوا أنه صحيحة هاي، ويقول علمائي قالوا أنه صحيحة، أنه شنو؟ أنا ما أتركهم وأخذ قول مشتبه. أنا ما قلت لك اترك قول علمائك وخذ بقول مشتبه، قلت لك جيب أقوال علمائك. القاعدة تقول التعديل المفصل يقدم على التعديل المجمل، فجيب أقوال علمائك راوي عدلوا هؤلاء، راوي بأقوال علمائك، عوف مشتبه جيب أقوال علمائك. طيب أنه شنو يقول الحر العامل يقول أن الطوسي قال عن راوي ضعيف ثم عمل بروايته. يقول لي يعني الطوسي متناقض، سودة بوجهي. هذا مو دليل على أن الطوسي متناقض، هاي شلون تفهم الأمور؟ الطوسي يقول عن راوي ضعيف ثم يعمل بروايته لأنها مجبورة، لأنها تجبر بعمل الأصحاب، فحتى لو كانت ضعيفة بما أنها جبرت بعمل الأصحاب فالخوي الطوسي يعتمد عليها. أنت شلون تفهم الأمور؟ عبالة هاي تناقض يا حظي. زين، فأخواني إلى الآن سألت مجموعة من الأسئلة. الآن أخواني قلت له أنه انطيني دليل على أنه شنو؟ على أن الحديث يدل على المحبة والنصرة فقط. هو راح جاب لي من معاني الحديث يدل على المحبة والنصرة. لغة أن الولي والمولى تدل على المحب وتدل على الناصر وتدل على الأحق بالتصرف وتدل نعم تدل على الأحق بالتصرف. فكيف تخرج الأحق بالتصرف؟ ما أقدر أخرج الأحق بالتصرف. لا تقاطع. السؤال الثاني بس لا تقاطع بس لا تخرب المناظرة. السؤال الثاني يبقى الحكم للمشاهد. يبقى الحكم لا تخربه. دائما هاشم هنداوي من يتأذى بالمناظرة يظل يخربها، لازم يخرب. لا تخربها وقتي، ليش أعيد الوقت؟ ليش تخرب؟ لا كمل ليش تخرب المناظرة؟ اخذ زياده. دائما من اذي بالمناظره لازم يخربها ويشوش حتى تخرب. طيب الان هي ضحكه واحد شخص متاذي. طيب فاخواني سالته 5 اسئله. اولا قلت له وثق لي هؤلاء توثيق مفصل. راح يخربها. شفتوا؟ دائما يتاذى. ليش تخربها؟ الان اعيد وقتي. لا ما اعيد وقتك. لا تشوش. هذا وقتي، ما يصير الشوش. لا اعيد وقتك. ما يصير الشوش. وقتي ما جاوبتش على ولا سؤال. لا ما فيش وقت. ليش الشوش؟ ليش تخربها؟ ليش الشوش المشاهد؟ ليش دائما تخربها؟ طلبت القاعده. وين اعتبر انا ما جبت القاعده. الحكم للمشاهد. ليش تخربها؟ ليش تاخذ وقتي؟ لا مو ادلس. اذا انا مثلا دلسني ليش يخربها دائما؟ والله هو هذا هشام دار كل ما ينحصر لو يسب لو يخربها. والله انت اللي مقصود. والله سؤال واحد ما قدرت تجاوب وجاوبتك على كل اسئلتك. والدليل تخرب وقتي. لا مشتبه. وقتي. ليش ما تحترم المناظره؟ ليش دائما كل مناظره المداخله الاخيره يخربها؟ هدي بس. انا اريد اخذ وقتي. يلا 10 ثواني. عسى ما ثانيه. وقتي ينعاد. اللي قاطع تنعاد. اللي قاطع تنعاد. لا خذ دقيقة بس جاوبنا على 5 أسئلة. لا كلن جاوبت. عيد وقت. أعطيك دقيقة اللي قاطع تنعاد. دقيقة واحدة فقط ما أزيد. شوف الظلم. شوف شلون أنتم ظلمتوا فاطمة، ما تظلمون هسه. احنا اللي قاطع تنعاد الوقت. اللي قاطع ينعاد الوقت. ليش تدلس علينا؟ ما ظلمنا فاطمة. علي اللي ظلم الحسن والحسين ولم يسترد. راح يخربها. شفتوا شلون راح يخربها؟ شفتوا؟ انت قاطعني ينعاد وقتي. هذا المناظرات. انا اعطيتك دقيقة. انا بص بكل احنا بكل هدوء. اي واحد يقاطع تنعاد الوقت. ليش تريد تخرب؟ اعطيك دقيقة واحدة. ما اريدها. هاي يلا بالسلامة. انا اعطيك دقيقة واحدة انصافا ما اريدها. لا مو انصافا. في نصف دقيقة.
الإنصاف أنا أنه لقاطع قاطعتك عاد لا الوقت. لا لا. عسى ما أنا قاطعتني طلبت القاعدة بثانية، وحقي. عسى ما لحظة. طالبتني بثانية، لحظة. عسى ما قاطعتني بثانية. أنت الآن لما تكذب علينا وتقول انت القاعدة دي كذبت، عندنا. انت كذبت على المرتضى وكذبت على المفيد لا، أنا وكلمت طلعت على الحلي بالدليل. وكذبت على هذا. طلعت لا بالدليل. كذبت. طلعت. اي بس انا بنظري اعتبر انه انت إيه. كذبت. يلا عيد وقتي، عيد وقتي، عيد وقتي. لا والله ما عيد لك عيد وقت. وقت. انت لك طيب عندي يلا هاي دقيقة. الحكم للمشاهد. هاي لا بالسلامة. ليك شوف. يلا هاي بالسلامة، خلصت هاي. هاي ما مش اريدها، ما اريدها. اذا انت ما تكون منصف ما اريد اكمل معاك. انا قلت لك خذ دقيقة، قلت لك ما خذ يصير. دقيقة. أنا منصف. احنا اتفاقنا لقاطع تنعاد، مو تسوي عملية تعطيني دقيقة. حقي ينعاد، حقي ينعاد. لا انت ما قلت اللي قطع ينعاد، دي لا ما اشترطناها. هذا قانون الحوار. لا قانون كل حوار. قانون كل حوار اذا تقاطع تنعاد. اسمع بس. انا قطعتك في نصف دقيقة فعلا وقلت لك عسى ما ثانية، عسى ما ثانية. احنا متفقين بكل حوار. انصافا مني هعطيك دقيقتين. خلاص اهدى. انا هعطيك دقيقتين. انا هادي انصافا مني، بس ارجو تجاوب على الخمس اسئله. بس اسمع جاوبتك 5 وانت ما جاوبت على سؤال واحد. بكل حوار الاتفاق، بكل حوار الاتفاق اذا تقاطع ينعاد الوقت. فعيد لي وقتي اذا منصف. ما انت لما تكذب علينا وتقول في قاعده عندنا تنسبها لنا ليه؟ انت عم كذبت على المرتضى وعلى المفيد وعلى الطوسي وعلى هذا. لا طلعت. لا طلعت بس. لا انا هم طلعت وبينت انه انت كذاب بس ما قاطعتك. لا بالعكس، انت لم تثبت انه قال الغدير. ايه الحكم هل انت اثبتت انه قال؟ هل انت اثبتت انه قال ان الغدير نص جلي؟ لا والله ما اثبت. المرتضى الشريف المرتضى. نعم. الشريف المرتضى يقول ان الناس لا طلعنا انه قال الله اكبر فعلي مولاه ده نص جلي. قال علي مولاه من كنت مولاه فعلي مولاه. يقول ان كلامه عليه السلام تصريح في النص بالإمامة بحيث لا يبقى احتمال يعني جلي. لا يبقى احتمال انه نص جلي. لا يبقى احتمال يعني جلي. لا انا عايز يقول انه هو نص جلي. انا عايز يقول انه هو نص جلي. عيد لي وقتي لو ننهيها. هاي يبقى الحكم. لا اعيد لك. انا اعطيك دقيقة. ده انصافا مني. مو تسوي لي منية. هذا حقي تعيدها. لا تخرب. لا مش بخربها. لا تخرب. ما تعطيني وقتي. انا ما دلست عليك. هذا لا انا ما كذبت عليك. انت طلعت لنا قاعده. هذا كلام المرتضى. هذا كلام المرتضى. يلا اقرا كلام المرتضى كامل. يلا هذا رسائل الشريف المرتضى. زين هذا المجلد الثالث صفحه 252. هنا يقول قال الأجل المرتضى علم الهدى أن كلامه في يوم الغدير تصريح في النص بالإمامة والاستخلاف على الأمة وأنه لا يحتمل سوى هذا المعنى. يعني جلي لا يحتمل معنى. في النص جلي لا يحتمل سوى هذا المعنى. يعني جلي. مش عايز اذا هو يعني هنا يورد الاحتمالات. لا هذا مو قوله. لا هذا مو قوله. هذا مو قوله. اقرا من البداية. قسما بالله هذا مو قوله. هذا مو قوله قسما بالله. هذا مو قوله. اقرا من البداية. هو مش قال لك اذا اورد احتمال. عندي وقت وبقى اورد الاحتمال. لا ما اورد. والله ما عد لك وقتك. لا والله ما تاخذ 5 دقائق. يلا هاي بالسلامة. انا قطعتك. خلصت المنام. اعطيك دقيقة. يبقى الحكم للمشاهد. ما اريدها. لا تسوي علي يمينية. حقي 5 دقائق تنعاد. لا مش منصف. لا هو هذا الانصاف. كل مناظره لقاطع ينعاد الوقت. انت قاطعت. لا ما تريد تعيد لي. ما تريد تعيد لي. ها هي ما اريد دقيقتين. لا تسوي لي منيه. ما اريد. اعطيك دقيقتين ازيد من كده. لا حقي تعطيني حقي. لا الان انت اتهمتني بالكذب وكذبت علي. وانا ما كذبت. بعيدا كذب مو كذب. اعطيني حقي. اهل السنه وجبت قاعده مش عند اهل السنه. تعطيني حقي ولا لا؟ اعطيك حقك لكن اعتذر قول القاعده دي مش عند اهل السنه. انا دلست عليهم. يلا اعطيني حقي. يلا 5 دقائق خل اعيدها وانا راح اثبت انه القاعده. دقيقه واحده. اعطيني حقي. ليش تاخذ حقي؟ انا قطعتك في نصف دقيقه. عسى ما ثانيه انصافا لقاطع ينعاد الوقت. لا شوف انا اعطيك. هاي لا تعطيني. هاي الحكم للمشاهد. يلا بالسلام. يلا بالسلام. والله العظيم اندعس. والله العظيم مناظرة كلها طحن في طحن في طحن. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر والعزة لله. والله الطحن طحن. لا ما الله أكبر يا شيعة. أخرجوا لنا شجاع.
جعانكم. خلاص الله يعزك. والله يا اخوان ما اجاب على شيء. انا طرحت كام سؤال، شوفوا الاسئله اللي احنا سالناها له، وانتوا بالله عليكم انتوا شوفوا هل اجاب على هذه. حبيبي يا غيث سالناه صحابي منتجب بايع علي في الغدير، ما فيش جواب. أسامة في دين الشيعة قال له النبي مولانا ومنا. سليم ابن قيس بين الجهالة والضعف والكذب من المازندراني والطبطبائي وهاشم معروف الحسني وابن الغضائر والبهبودي. الخطبة التي أسقطت الغدير ما أجاب عليها. نص الغدير نص خفي والاستدلال بالجلي. هل فهم علي من الغدير أنه خليفة؟ هل الغدير خبر أم أمر؟ خبر أم أمر؟ ما عرفش يشرحها قسما بالله. يقول أهل البيت عند أهل السنة، أهل البيت عند أهل السنة الحسين بن علي وعلي وجعفر والصحابة. المفيد ذكر قصة اليمن. الطبرسي ألفاظ الرواة مشترك. المدح البهبودي في كتب الشيعة. الخوئي أسقط تواتر غدير خم. الطوسي متناقض ومزاجه فلا يستدل به عندما قال نص الغدير. والله العظيم السؤال اللي أنا طرحته ده، السؤال ده هو أول مرة يتسأله في حياته، وأنا على يقين ما يجاوبش على حجة الوداع. هذا السؤال يا أخوان ما استطاع أن يجيب عليه. ليه؟ لأن السؤال ده هو أول مرة يتسأله في حياته. نعم تفضل يا العقيد، تفضل حبيبي. أو بالروايات نعم. الصحيحة. في حاجة بص، في حاجة برضو يا أخوان بس نبينها. شوفوا في كتاب غاية المأمول من علم الأصول الجواري الشيخ محمد تقي ماذا يقول؟ لأن التواتر اللفظي وهو أن يخبر جماعة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب بسماع لفظ بخصوصه عن المعصوم سلام الله عليه، مثل التواتر الحاصل بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه بغدير خم 3. يقول إيش؟ يقول كنز العمال الحديث رقم كذا، يعني بيتكلم على حديث سني تواتر عند أهل السنة. طبعا يكذب على السنة، يكذب إن هذا حديث شيعي وهو عند السنة. لا إله إلا الله. الإنسان العاقل يفهم معنى السؤال اللي احنا طرحناه. سألناه سؤال أول مرة يمكن ما بيطرحش على الساحة كتير. قلت له الآن حديث الغدير خبر ولا أمر؟ شوفوا يا أخوان خلينا أفهمكم موضوع خبر ولا أمر. حديث الغدير خبر ليس فيه فعل أمر أبدا. طيب الخبر إيه اللي يترتب على الخبر؟ فقط التصديق، نقول صدقنا بس ما فيش حاجة تاني. يعني ليس فيه مبايعة، ليس فيه مثلا أخذ الدين من علي فقط، ليس فيه مثلا إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة الأول. دي المسألة بتتعلق بالخبر. لكن لو أمر، لو النبي قال اتبعوا علي أو الدين لا يؤخذ إلا من علي، هنا الأمر هيختلف، فعل الأمر هيختلف. علشان كده هو لما سمع كلمة خبر ولا أمر يعني يعملها إزاي؟ ما هو النبي ما أمرناش بأي حاجة تجاه علي في الغدير. هل النبي يا جماعة الخير عندنا، هل النبي عندنا تكلم عن أي شيء في الغدير؟ هل النبي أمرنا بأي شيء في الغدير يا إخوان؟ النبي ما أمرناش بشيء. فإذا كان النبي ما أمرناش بشيء، أنت تيجي عايز تلزم الناس بإيه؟ إذا أنت بتلزم الناس بوهم، ما بتلزمهمش بحجة. يعني هذا السؤال أصلا اللي يفكر فيه كويس يعرف والله العظيم قد إيه عقيدة السنة قوية. وعقيدة السنة لا تنتمي إلا الأدلة إلا إلى الدليل القوي. دلس على الشريف المرتضى أهو قال لك وأما النص الخفي. شوف بيقول لك إيه؟ بص أنت بس ركز أنتوا بس بتتبعوا المعممين المدلسين. رسائل الشريف المرتضى يقول وأما النص الخفي فهو الذي ليس فيه صريح لفظ النص بالإمامة، وإنما ذلك في فحواه ومعناه كخبر الغدير وخبر تبوك. طب هو نص الغدير أصلا فيه النبي قال علي خليفة أو علي إمام؟ لا. عشان كده قالوا إيه هنا بقى الشريف المرتضى بيقول لك إيه؟ فأما نحن بيتكلم عن مين؟ عن واحد صاحبه فلا نعلم ثبوته، والمراد به إلا الاستدلال كقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى ومن كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا الضرب من النص هو الذي يسميه أصحابنا مين؟
السنة والنص الخفي. مين تاني من العلماء؟ عندك كتاب البراهين الفاطمية يقول أن الثاني من النص الخفي، منها حديث غدير خم. من تاني؟ رسائل المحقق الحلي. وأما الخفي فقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، وتفسير البرهان لهاشم البحراني فبعثه الله بالتعريض لا بالتصريح. يعني هذا الكلام يا إخوان، يعني كل ده وبعدين الشيعي يعمي عينه خالص كأنه مش شايف، أعوذ بالله.